بودكاست لاحمد ابو زيد ومحمود ابو اسماعيل كان بيتكلم فيه، بيقول ان الشغف هو اللي بيحرك الناس، وان الناس المبدعين بجد دافعهم الحقيقي انهم بيسيبوا اثر في العالم او يسيبوا بصمه في اللي حواليه، وده اللي بيديهم الدافع والحماس انهم يكملوا. وفجاه جالي نوتيفيكيشن ان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن احمد بغدوده. عارفين ده مين؟ احمد بغدوده لاعب مصارعه مصري عنده 21 سنه، كان بيلعب في الاتحاد للمصارعه بقاله 12 سنه، وكان بياخد في الشهر 2000 جنيه، ويوم ما كسب بطوله وخد 16000 جنيه اتخصم منهم 14000 ضرائب. ونتشرف الآن بتسليم البطل يحيى المصري الجائزة المالية، وهي عبارة عن 40 جنيها. بعد الضرائب والإبغاء يصبح المبلغ المالي 34 جنيها و17 قرشا و15 مليما. احمد ساب البعثه المصريه وقت ما كانت في تونس وهرب لفرنسا، وده الموقف الطبيعي اللي اي واحد عنده موهبه وما بيليش الدعم بيعمله زي أحمد. الفكره بقى ان الاتحاد المصارعه المصري بشكل مستميت بيدافع عن نفسه. كان مرصود اعتقد لكل لاعب غير اللي معاه راعي حوالي 450 الف جنيه في الايه؟ في الاربع شهور اللي هم من شهر 4 او من شهر 5 لغايه الاولمبياد. طب بس في النهايه هو وصل له 2000 جنيه. اي فندم، هو حضرتك النهارده هو ليه مبلغ عندي 18000 جنيه، عليه خصومات اتخصمت منه، اتفضلوا المبلغ اللي فاضل. وبيقول ان آية صوابه العشرة شمع لاحمد، وانه كان بيديله فوق ال 8000 في الشهر، وكان بيعمل له كل حاجه هو عايزها، ومع ذلك احمد هرب. الفكره بقى في ايه؟ ان اصلا احمد مش اول لاعب يهرب منه، بالفعل في 3 لعيبه سابوا المنتخب وهربوا بنفس الطريقه دي قبل كده، بس الفكره انهم مش شايفين العيب فيه، هم شايفين ان العيب في اللعيبه ذات نفسها اللي ما عندهاش انتماء. هو ما سالتش نفسك قبل كده هي ليه غدا الوالي، واحده شغلتها حرفيا انها بتاخد كوبي بيست لاي اعمال تانية، بتاخد الدعم الكبير ده والجبار ده من الاعلام المصري، بينما موهبه زي احمد وناس تانية زيه كتير ما خدتش حقها الطبيعي، حتى مش بس الدعم الهائل ده. المهم بقى ان اهم عنصر لاي دوله هي الثروه البشريه. الثروه البشريه ما دام حلوه وانت مهتم بالموهوبين ومديهم حقهم، فانا اضمن لك الدوله دي هتقوم باللي مطلوب منها على اكمل ما يمكن. المهم، وده فعلا المهم، وفي الاخر وانا اسف اني بطلبه منك وانا اصلا مش قادر اطلبه من نفسي، انك لازم تكتب ولازم تتعب وما تبطلش سعي ورا حاجه، ولازم تنمي موهبه، لان الموهبه دي هبه من ربنا، حاجه ربنا ميزك بيها واداها لك، وخلق جسمك للمواصفات دي اللي تدعمها وتقويها. فانك تراعي ربنا في موهبتك ايا كانت حرفيا، انك تستعملها في الخير، فده اجر يتعمل في حسابك في الاخره، مش في حسابك البنكي دلوقتي للاسف. والمهم قول لي بقى دلوقتي، هو الشغف ليه علاقه بالنتيجه ولا بالاثر اللي بتسيبه في رحلتك؟ مش فاهم؟ يعني المتعه في الرحله ولا في الوصول يا اسطى؟ برضه مش فاهم؟ بص يا اسطى، اعمل الصح عشان نفسك مش عشان مقابل. ايا كان الشيء اللي انت بتحبه ده، لو عملت ابسط انجاز فيه، فلحظه الفخر اللي انت هتحسها فيه هتبقى بتساوي قصادها الدنيا كلها. وعارف ان عشان تراعي الموهبه اصلا بتاعتك فانت محتاج توفر ظروف ماديه في الاول، بس الفكره كلها ان انا مستخسر انك تضيع موهبتك دي على الارض لمجرد انك في مكان مش مقدرك، او بالاصح انك مش متوفره لك موادك الاساسيه. فما دام انت كده كده هتتعب عشان توفر مواد الاساسيه لنفسك، فاتعب في حاجه انت بتحبها يمكن توفر لك نفس المواد الاساسيه. وفي الاخر اختم قولي بمقوله انا بحبها جدا للشيخ الشعراوي. يبقى المؤمن يجب ان لا ييأس ابدا. ليه؟ لان له رب. ده اللي بيقوم محامي في قضيه بيرتاح، وانت مش مقوم محامي، انت مقوم محامي وشاهد وقاضي ومنفذ. ايش الحكايه؟ ربنا بيحكم. القاضي بيحكم ليه؟ بيحكم بايه القاضي؟ بيجي له شهود وبينه ويقعد مش عارف ايه، وبعدين حكم القاضي أيملك أن ينفذ حكمه ولا تيجي الشرطة تنفذ؟ والقاضي حكم بإيه؟ ببينة، يا إقرار يا شهود. قال لك هو ربنا لا عايز إقرارك ولا عايز شهودك ويحكم، ولا عايز حد يجي بعده وينفذ، لأنه هو اللي هيشهد وهو اللي هيحكم وهو اللي هينفذ. ولذلك قل خير الحاكمين عشان كده.